السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده مع بعض هنعمل المدلعه، نوع من انواع الحلويات المشهوره جدا عندنا في طنطا. تمنها غالي جدا. هنعملها النهارده بتكلفه بسيطه جدا، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تكون الوصفه خفيفه ليكم وبسيطه. ده كان بصراحه اوردر مطلوب مني، قلت اصوره معاكم ويا رب يكون سهل وبسيط ليكم، وان شاء الله نتكلم مع بعض فيه كتير عن المدلعه وعن تركاتها، وان شاء الله تكون الوصفه بسيطه وسهله ليكم. تعالوا بقى بينا نصلي على الرسول ونبدأ المكونات بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مكوناتها بسيطة جدا، ان شاء الله تكون متاحة. هنبدأ مع بعض الأول بمكونات الديسك الأولاني اللي هي البسبوس. معايا كوباية إلا ربع سمنة سايحة، ويا ريت تكون سمنة بلدي. ومعايا كمان كوباية إلا ربع سكر عادي خالص. ومعايا كمان كوباية إلا ربع حليب. زي ما انتوا شايفين هي الكوباية اللي أنا بعاير بيها كله. همزج الخليط بتاعي كله مع بعض كده وادوبه كويس، وبعد كده هرفعه على البوتاجاز على نار وسط. بصوا بالطريقة دي، مش عايزة المكونات بتاعتي تغلي علشان الحليب ما يتبخرش مني. هبتدي اقلبه كويس جدا جدا، مش عايزة الخليط بتاعي يغلي خالص. زي ما انتوا شايفين كده هدمج المكونات كلها مع بعض. معايا معلقتين اتنين كبار عسل كلوكوز، ممكن تستبدليهم بمعلقتين اتنين كبار عسل نحل او بمعلقتين اتنين كبار شربات من بتاع الحلويات بس يكون تقيل. هبتدي اقلبهم كويس جدا لحد ما يدوبوا، زي ما اتفقنا مش عايزه الخليط بتاعي يغلي، انا عايزه الخليط بتاعي يدفى بس. وادوب السكر فيه واتاكد كمان ان السمنه بتاعتي دابت فيه كويس جدا. معايا هنا 500 جرام دقيق بسبوسه سايب معلوش اي اضافات خالص. زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. هنزل عليه بالمكونات بتاعتي اللي انا قلبتها. شايفين الخليط بتاعه متجانس جدا، لونه تقريبا يعني عامل زي الحليب كده. مش عايزه السمنه بتاعتي تكون فاصله عشان البسبوسه بتاعتي ما تنشفش. هنزل بيه على خليط البسبوسه كله. البسبوسه ما بتتعجنش، لان لو احنا فضلنا كتير نقلب في البسبوسه بتاعتك هتربي عرق وهتشقق منك ومش هتديكي نتيجه كويسه. يا دوب همزج المكونات كلها كده كويس مع بعض. شايفين لازم تبقى البسبوسه بتاعتك سايله كده وطريه، علشان تضمني ان البسبوسه بتاعتك تبقى تديكي نتيجه كويسه. انا في الوقت ده مسخنه البوتاجاز كويس جدا من قبل ما ابتدي شغل في البسبوسه، زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. معايا هنا صينية مقاس 30، وهبتدي دهنها دهنة سمنة كويس جدا. ممكن تستبدلي السمنة دي بمعلقتين طحينة كبار، بس أنا بصراحة بفضل السمنة. وهنزل عليها بكمية البسبوسة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وهديها خبطتين اتنين على الرخامة. افرغ بس منها الهواء عشان البسبوسة بتاعتك ما تعشش. في الوقت ده الفرن بتاعك يكون ساخن جدا زي ما اتفقنا على درجة 180. بتاخد قد ايه في الفرن؟ بتاخد تقريبا ساعة الا ربع بالظبط. انا هنا كانت عدت عليها ساعة الا ربع. اول ما الجناب بتاعتها بتبتدي تاخد لون غامق شوية كده، تشغلي عليها الشواية، ما تستعجليش على البسبوسة في السوا. البسبوسة طالعة سخنة جدا، الشربات بتاعها معايا مش مستاهل اي حاجة ان انا اضيع وقت معاكم يعني فيه. الشربات بتاعها عبارة عن ايه؟ عن كوبايتين اتنين سكر عليهم كوبايتين اتنين مية، عصرة ليمونة، معلقة عسل كلوكوز. اول ما يغلي تعد 5 دقايق على ايدك وتطفي النار عليه. البسبوسة سخنة والشربات بتاعها سخن، يعني نطلع البسبوسة من الفرن يكون الشربات بتاعها ساخن جدا. تسقي البسبوسة لحد ما تستكفى معاكي، تعرفي ان البسبوسة بتاعتك كده خلاص خدت شربات ازاي كفايه. ان انت كل ما تضغطي عليها كده تلاقي السائل بتاعها يطلع، هتاخد كميه الشربات كلها بتبقى مظبوطه عليها جدا. هنبدا بقى في الديسك التاني اللي هو الكنافه. معايا 300 جرام كنافه، هحط عليهم معلقتين اتنين كبار سكر بودره. دي كنافه طازه يا جماعه مش متفرزه، بلاش كنافه متفرزه في الوصفه دي. هنبتدي نفرط كده الكنافة عن بعضها، ولو هي صعبة معاكي شوية ممكن تقطعيها بالمقص. هدمج السكر فيها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. معايا نفس الصينية اللي كنت عاملة فيها البسبوسة اللي هي مقاس 30. هبتدي ارص فيها الكنافة بتاعتي كده واسويها. حاول انك ما تخليش حتة عالية وحتة واطية، وهتشوفوا شكلها دلوقتي. هفرد الكنافة بتاعتي كلها بالطريقة دي. سهلة وبسيطة جدا، ان شاء الله تكون الوصفة بسيطة ليكم. اهم حاجه الكنافه تبقى طازه يا جماعه، بلاش كنافه مجمده في الوصفه دي، هتطلع معاكم الكنافه ناشفه جدا. هبتدي بقى بطبق بايدي واضغط كده على الكنافه اسويها كلها. اضغطي بقى في الوقت ده جامد جدا جدا عليه. معايا كوبايه سمنه سايحه، وهبتدي اسقي الكنافه بتاعتي كلها. هي هتاخد كوبايه السمنه اللي معايا دي كلها. لو حسيتي ان السمنه بتاعتك كتيره ممكن بعد ما الكنافه بتاعتك تستوي تصفي كميه السمنه، بس هي بصراحه بتطلع مظبوطه جدا. في الوقت ده الفرن بتاعك شغال على درجه 180. هتاخد قد ايه معانا في الفرن؟ من 12 ل 15 دقيقه بالكتير جدا. اول ما تلاقي الجناب بتاعتها احمرت هنشغل الشوايه لحد ما اللون بتاعها يبقى طالع قدامك بالطريقه دي. اول ما اللون يبقى طالع كده هنسقيها بالشربات بتاعها. الشربات عباره عن ايه؟
كوبايتين 2 سكر، كوباية مية، عصرة ليمون، معلقة عسل كلوكوز، يغلوا لمدة 10 دقايق. بعد الغليان ب10 دقايق تطفي على طول البوتاجاز. الشربات بارد يا جماعة والكنافة سخنة. شايفين شكلها؟ تعرفي ان البسبوسه بتاعتك ناجحه. تسمعي الصوت بتاعها ده، ان هي بتشرب الشربات بتاعها كله، مش هتلاقي عليها اي ذره شربات. اول ما تطلع وانت بتسقيها تشرب معاكي على طول، هتعرفي ان الكنافه بتاعتك ناجحه. خدت كميه الشربات بتاعتها كلها. هبتدي بقى اركن الكنافه واعمل طبقه الكريم. معايا هنا كوبايه كريم شانتيه خام، هنزل عليها بكوبايه ميه متلجه، ممكن تستخدمي حليب لو انت عايزه. كل كوبايه كريم شانتيه خام بتاخد عليها كوبايه ميه. انا مش هحط سكر، كفايه السكر اللي في البسبوسه واللي في الكنافه. وهبتدي اضرب الكريم شانتيه بتاعي كده لحد ما القوام بتاعه يتقل. انا عايزه قوام الكريمه تقيل جدا، علشان انا لسه هحشي في الوسط وهحط عليها كمان مانجا. شايفين كده؟ ده قوام الكريمه اللي انا عايزاه. هبتدي بقى احطه في التلاجة واركنه على ما اشوف هعمل ايه تاني. جبت البسبوسه بتاعتي زي ما انتم شايفين شكلها كده، فضيتها من الصينيه. بفضيها انا كنت عاملاها معاكم من غير ورقه زبده زي ما انتم شايفينها، بتقلب معاكي بكل سهوله. حطيتها على طبق التقديم ده، ممكن تزينيها بالصينيه براحتك خالص. وهبتدي اجيب الكريمه بتاعتي، اخد نصها على ديسك البسبوسه بتاعي، طبقه كبيره كده يعني. بقى ايه في الوقت ده بقى ما تستخسريش. وهبتدي اجلس البسبوسه بتاعتي بالكريمه زي ما انتم شايفين كده. بتاخد لها تقريبا طبقه، تقريبا نص سنتي. معايا هنا دي مانجا كانت متفرزه، هبتدي اقطعها. لو انت حابه تستغني عنها براحتك، حابه تحطي اي حشوه تانية براحتك، هي مطلوبه مني بالمانجا يا جماعه. هبتدي ارص المانجا بتاعتي كده بالطريقه دي. بصوا حاولوا بقى ان انتوا تسووها على قد ما تقدروا. حاولوا في المرحله دي ان الديسك بتاعك يطلع كله سوا واحد. رصيت المانجا بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي بقى اجيب ديسك الكنافه بتاعي. اهم حاجه في المرحله دي ان اتاكد ان ديسك الكنافه بتاعي بارد جدا، علشان انا لو حطيته حتى لو هو دافي هيسيح الكريمه ويبوظ المانجا معايا. تمام كده. هنزل عليها بقى كمان بطبقه كريمه غنيه جدا، يعني احاول ان انا اكتر بقى الطبقه بتاعه الوش دي واسويها كويس جدا. اهم حاجه تسوي السطح بتاع الكنافه وتخليه كله مظبوط، علشان الطبقات اللي انت هتحطيها تاني بعد كده تطلع معاكي متساويه. هجلسها كويس كده. على فكره ممكن تستغني عن الاسباتولا خالص وخالص وتشتغلي بظهر معلقه، هتديكي برضو نتيجه كويسه جدا. وممكن تشتغلي بالترانش اللي انا بشتغل بيه ده، تساوي بيه وتحطيه في ميه سخنه وترجعي تعيدي عليه تاني، هيديكي النتيجه دي. وممكن سكينه عاديه، اي حاجه متاح لك اشتغلي بيه. شايفين كده شكلها تحفة اللهم بارك. لو انتي حسيتي في الوقت ده ان الكريمة بتاعتك سايحة شوية، ممكن تحطيها في التلاجة شوية لحد ما تجمد وتشتغلي بيه. لكن هي بصراحة كانت معايا اللهم بارك تحفة. هنا كنت خلاص سويت الوجه بتاع الكريم بتاع الكنافة كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. وهبتدي بقى اجيب ايه الطبقة التانية اللي انا هحطها على الكريم شانتيه. اهم حاجه يكون الكريم بتاعك ساقع. ده صوص كراميل ممكن تعمليه وممكن تشتريه جاهز. انا بصراحه كان موجود عندي برضو واشتغلت بيه على طول. هبتدي انزل على الكريمه بتاعتي بيه. وممكن على فكره تشيلوا الصوص ده خالص وتحطوا عليها مانجا من فوق، هتطلع برضو معاكي نتيجتها حلوه جدا. شايفين شكلها؟ يا دوب بس انا حطيت الصوص هو بينزل لوحده على الكنافه. لو انتي حابه تسيبيها كده برضو براحتك. شايفين شكلها اللهم بارك؟ دول حبة كريم شانتيه كده، خففتهم بمعلقتين 2 مية وفي اي كيس عندك او حتى ازازة بتاعة الكاتشب. وهبتدي اعمل عليها خطوط بالطريقة دي. هما بصراحة كانوا طالبينها مني ان الخطوط بتاعتها تبقى عريضة مش رفيعة، وكانوا عايزينها صوص شوكولاتة كتير جدا. فانا حاولت ان انا يعني اعمل لهم اللي هما عايزينه، وبرضه بيبقى نفس الشكل بتاعها كويس. ده كمان صوص شوكولاته. اي صوص عندك شوكولاته جاهز ممكن تشتغلي بيه. انا الحاجات دي بتبقى متوفره عندي في التلاجة بعملها، علشان لما بتنطلب مني بتبقى سهله ليا. ان شاء الله هعمل لكم ان شاء الله هعمل لكم وصفه كده للصوصات وانزلها معاكم على القناه. هبتدي بقى بخله سنان وابتدي انزل بيها، اطلع بيها رايح جاي كده، عشوائيه رايح جاي كده. شايفين شكلها سهله وبسيطه جدا، ما خدتش منك اي حاجه. حتى لو هي كلفتك مثلا، هتكلفك مبلغ بسيط. انت عشان تشتري صينيه زي دي اقل حاجه هتدفعي فيها من 600 ل 700 جنيه، ده بالقليل خالص. كميتها كبيره جدا زي ما قلت لكم، الصينيه مقاس 30. احنا عملناها بحاجات بسيطه جدا، اقل من ربع المبلغ بتاعها. ان شاء الله تكون الوصفه بسيطه وسهله ليكم، ما كنتش طولت عليكم، بس انا حبيت ان انا انقل لكم كل معلومه فيها. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبتكم ما تنسونيش باللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.
اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله على خير. دمتم في رعاية الله وحفظه، دمتم سالمين.